لو نفسك تعملي حاجة حلوة للأولاد يفطروا بيها أو ينقنقوا فيها طول النهار أو حتى تاخديها لهم معاكي المصيف، يبقى أكيد بسكوت التمر. ينفع لأطفالك وينفع لجميع أفراد أسرتك. طريقته سهلة وبسيطة جدا، مقاديره اقتصادية ومتوفرة عندنا جميعا. مش محتاجة لعمايله لسمنة ولا زبدة ولا حتى حليب، وكمان مش محتاجين خلاط أو عجان. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، هيطلع معاكي دايب دوبان من جماله. بكمية بسيطة جدا عملت يجي 2 كيلو من بسكوت التمر. بجد يا جماعة طعمه في منتهى الجمال وبيدوب دوبان. يلا بينا نصلي على النبي في الكومنتات ونبتدي ونشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه هنحتاج 3 كوبايات ونص من الدقيق متعدد الاستعمالات. هنحتاج ربع معلقه صغيره كده من الملح، 3 معالق كبار من اللبن البودره، كوبايه الا معلقه من الزيت، كوبايه سكر، 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، فانيليا سايله، وكيس كده او معلقه كبيره من البيكنج باودر، وحليب. يعني احتمال نحتاج منه معلقه واحده او ممكن نستبدلها بميه لو ما عندناش حليب. في بوله فاضيه عندي هنزل بالسكر وعليه الزيت، وكمان هنزل بالثلاث بيضات، وضروري ان البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه صغيره كده من الفانيليا السايله، وهبتدي اخفقهم بالمضرب اليدوي كده بالشكل اللي شايفينه ده لحد لما السكر يدوب تماما، وكمان البيض يكون قوامه هش كده ولونه يفتح معايا. ولو عايزه تعمليه في الخلاط او العجان مفيش مشكله. هرجع بعد كده للدقيق، كنا نزلنا عليه بالملح، هنزل كمان بمعلقه كبيره من البيكنج باودر و3 معالق كبار من اللبن البودره، وهبتدي اقلب المكونات الجافه كده في بعضها. بعد كده هننزل بيهم على المكونات السائلة اللي هي كانت عبارة عن زيت وسكر وبيض، خفقناهم كويس جدا. هبتدي ابس العجينة بتاعتي كده، محتاجة ان هي تلم، مش محتاجة اعجن فيها كتير، يا دوب تلم معايا. وطبعا مش محتاجين اقول لكم ان الكوبايه اللي معايرين بيها الدقيق معايرين بيها جميع المقادير. هنحتاج معلقه واحده بس من الحليب كده عشان العجينه تلم، وزي ما اتفقنا لو ما عندكيش حليب تقدري تستبدليه بميه، معلقه واحده بس مش اكتر. ولو لقيتي العجينه طرت منك غصب عنك ممكن تزودي كده معلقه من الدقيق. زي ما اتفقنا برضو مش محتاجين نعجن كتير، يا دوب العجينه تلم وتكون بالقوام اللي انت شايفاه ده. وكمان هنعمل لها تيست كده، يعني هناخد كوره كده من العجين ونبرمها ونضغط عليها ضغطه بصباعنا كده، لو لقيتيها مشققتش وبقت بالشكل اللي شفتيه ده تبقى هي كده تمام معايا. هنبتدي بقى نلم العجينه كلها ونحطها في البوله ونغطيها بكيس تلاجة وكمان بفوطه ونسيبها ترتاح لمده تلت ساعه في اي مكان عندنا، وليكن مثلا الميكروويف او فرن البوتاجاز وهو مطفي. ودلوقتي تعالوا بينا نجهز الحشوه اللي هنحشي بيها البسكوت. عندي هنا لفه عجوه منسوله، معلقه صغيره من القرفه، معلقه كبيره كده من الزبده. هناخد قطعه عجوه على قد كميه البسكوت اللي احنا عاملينها، هننزل عليها بالزبده وكمان معلقه القرفه. القرفه اختياري، يعني تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين، والزبده كمان لو مش متوفره عندكم تقدروا تستبدلوها بمعلقتين زيت. كل الفكره ان احنا محتاجين ان هي تطري العجوه معانا وتديها لمعه جميله كده. ولو متوفر عندكم ملبن او اي حشوه تانية وحابين تستخدموها مفيش مشكله، هتبقى جميله برضو. بعد ما عجننا العجوه بتاعتنا نبتدي نكورها لكرات كده علشان لما نيجي نشتغل الموضوع ما ياخدش معانا وقت خالص. ولاني هعمل كذا شكل من البسكوت فهكور شويه كده من العجوه وشويه تانيين هعملهم اصابع طويله، لاني هعمل اصابع البسكوت زي ما هتشوفوا معايا في اخر الفيديو. فبناخد قطعه كده من العجوه ونبتدي نبرمها على الرخامه بالشكل ده، لا تكون تخينه قوي ولا رفيعه قوي، بالحجم اللي انتوا شايفينه ده بالظبط، وارص على صينيه، يعني اللي اعمله ارص على صينيه. تمام، حلو قوي كده. تعالوا بينا بقى ناخد قطعه من العجينه بقى بعد ما ارتاحت سيبناها يا دوب تلت ساعه. هناخد قطعه كده ونفردها على الرخامه بتاعتنا بايدينا، مش محتاجه لاي حاجه تانية. وهنبتدي ناخد صباع العجوه ونحطه في النص ونساوي بقى اطراف العجينه بالشكل ده، لان مش محتاجين ان البسكوت بتاعنا يكون تخين، يعني هنفرد العجينه يا دوب يكون سمكها اقل كمان من نص سنتي. وبعدين نلزق العجينه كويس جدا في بعضها، وفي العجوه كمان نضغط عليها زي ما شفتم كده، ونرجع تاني نبرمها، نحاول نرقها شويه ونضغط عليها بايدينا كده ضغطه خفيفه. بعد كده نجيب شوكه ونمشي فوق صباع البسكوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مع ضغطه يعني تقيله شويه لحد يعني نخلي الشوكه تلمس العجوه وتكون العجوه باينه زي ما انت شايفه كده. وبناخد اللي بنجهزه بنرصه في صينيه مدهونه اي ماده دهنيه وليكن زيت مثلا. تعالوا نشوف طريقه تانية. بناخد قطعه كده من العجين ونحطها جوه كيس ثلاجه او اي كيس عندنا ونفردها بالنشابه، تمام، يا اما بايديك يا اما بالنشابه زي ما انت شايفه كده، ونحاول نرقها شويه. ونجيب بقى صباع العجوه ونحطه في النص ونساوي احرف العجينه علشان ما تبقاش سميكه معانا. بعدين نلزقها في العجوه بقى، نلزق العجينه في بعضها وفي العجوه علشان تمسك في بعض كويس جدا. وبعد كده ناخدها نبرمها على الرخامه بتاعتنا كويس ونضغط عليها كده، نخلي العجوه تلزق في العجينه، لان لو ما عملناش الحركه دي
اول ما هتدخل الفرن هتبتدي تقب العجينه وتسيب العجوه، فاحنا محتاجين ان هي تلزق فيها، علشان كده بنضغط عليها ضغطه خفيفه وكمان بنضغط بالشوكه. تعالوا نشوف طريقه تانية لتشكيل البسكوت. هناخد كده قطعه من العجين نبرمها ونعمل فيها تجويف بالشكل ده، ونجيب قطعه من العجوه او الملبن ايا كان الحشوه المتوفره عندنا، ونبتدي نبرمها بالشكل ده، ونجيب سكينه بعد ما نضغط عليها طبعا، ونجيب سكينه ونعمل فيها 3-4 فتحات بالشكل ده مع الضغطه الطويله لحد لما توصل للعجوه، يعني العجوه تكون باينه معانا بالشكل ده زي ما اتفقنا علشان ما تقبش اول لما تدخل الفرن. نشوف واحده كمان زي ما انتم شايفين كده بالظبط، يعني بنكور العجينه وبنعمل فيها تجويف، نحط العجوه، نقفل العجينه بتاعتنا كويس جدا، نشيل زيادات لو فيه، نبتدي نبرمها تاني ونضغط عليها كده نبططها شويه، بعدين نجيب السكينه بتاعتنا ونضغط ضغطه طويله نخلي السكينه توصل لحد العجوه، ونرص في صواني مدهونه زيت او اي ماده دهنيه. تعالوا نشوف شكل تالت كمان بنفس الشكل التاني. طبعا بنعمل تجويف كده في العجينه ونبتدي ان احنا نضغط عليها بعد ما بنبرمها، ونجيب مقص ونقصها بالشكل اللي شايفينه ده، يعني نعمل فتحات كده قصاد بعضها بشرط ان هي ما توصلش لبعضها، تمام، تكون ممسوكه كده من النص، وزي ما اتفقنا برضو نوصل للعجوه ونقطعها معانا واحنا بنقطع العجينه. ونبتدي نبرم كده كل جزء قطعناه بالشكل اللي شايفينه ده نلفه. طبعا الشكل ده كلنا عارفينه اكيد بنشتريه من بره، فانت المره دي هتعمليه في البيت بشويه دقيق صغيرين جدا، هتعملي كميه بسكوت كبيره مش هتاخد منك وقت ومش مش هتكلفك حاجه، يعني بشويه زيت وشويه سكر من بيتك هتقدري تعمليه. الطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وانت بتلفيها طبعا ممكن تكون رجعت لزقت تاني لان العجينه طريه، او ممكن تكوني انت ما قطعتيش لحد العجوه فارجعي قصي تاني بالمقص. الطريقه سهله جدا جدا. بعد كده بنرصهم في صواني زي ما اتفقنا مدهونه اي ماده دهنيه. بعد ما بنخلص كل كميه البسكوت بتاعتنا بنبتدي ندخل الصواني دي على فرن متسخن مسبقا في الرف الوسطاني على درجه حراره 170. الفرن شغال من تحت بس، هتقعد معاكي حوالي 10 دقايق. اول ما تلاقيه بدأ احمر من تحت بتبداي تشغلي الشوايه ياخد لون خفيف كده احمر جميل وتبداي تطلعيه. ده كان شكله بعد ما طلع، طبعا ما هوش لزق ولا حاجه بس علشان كان لسه سخن فبحركه كده. شايفين ما شاء الله طري وجميل جدا، طعمه مظبوط وفي منتهى الجمال. تقدروا على فكره تعملوه ساده، يعني لو ما عندكيش عجوه او ملبن تقدري تعمليه من غير حشوه خالص لان العجينه اصلا فيها سكر، فطعمه باذن الله يكون جميل. تاكلوه بقى مع شاي بلبن او حتى تاكلوه كده لوحده. الطريقه سهله جدا جدا، يا رب تكون عجبتكم. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد هنا فما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. لو لسه بتشوفوني لاول مره هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تدعموني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات باذن الله هرد عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.